هنعمل النهاردة أسهل وألذ وأطعم بانيه احنا ممكن نجربه بألذ تتبيلة، أو من وجهة نظري دي أحلى تتبيلة أصلا للبانيه، وهعرفكم البدائل بتاعتها ايه عشان تطلع كده. كمان هتكون الطبقة بتاعت البقسماط اللي بره يعني لازقة خالص في البانيه، مش فكرة بس إنها موجودة عليه، لأ دي لازقة كمان فيه خالص. وهنعمله من غير تتبيل كمان، ومن غير ما نلفه في كام طبقة بيض وبقسماط ودقيق وكذا حاجة. هقولكوا دلوقتي ازاي. اول حاجه انا هجيب الصدور. انا بحب ابدا بالبانيه من الاول خالص، من وهو كتل كده صدور. انا هقطع البانيه الحجم اللي انا عايزاه، بس الفكره ان يكون تقريبا كل الصدور حجم واحد، يعني ما يكونش فيه تخين ورفيع، بس عشان السويه، يعني علشان كله يستوى نفس السويه مع بعض، عشان درجه حراره الزيت بتاعته تكون واحده. فحاول ان انا اقطع الصدور او شرايح الصدور تقريبا كلها، يعني تكون قريبه لبعض في السمك بتاعها، علشان لما تستوى ما تبقاش واحده مش مستويه وواحده ناشفه او اتحمرت بزياده. فانا هحاول اقطع الصدور كلها تقريبا في رينج، يعني كلها يكون يعني رينج الحجم بتاعها او السمك بتاعها يكون مقرب لبعضه خالص، بنفس الشكل ده كده. عايزين تعملوها مثلا 4 قطع، 5 6 زي ما انتوا عايزين. انا تقريبا لو حجم الصدر بالشكل ده كده او الكتله كده، بعملها تقريبا 4 شرايح. ومش ببقى شايله الحته اللي نازله منه تحت، لا عادي انا باخدها معايا برضو. انا قطعت الصدور اللي عندي كلها. التتبيله بتاعه البانيه ما بتخرجش عن البصل وملح وفلفل، ليمون، خل، حبهان بس. البصل عايزينه بودر، تمام. لو عايزينه بصل سليم برضو تمام. عايزين مثلا ميه بصل برضو تمام. مش هنحط توم باودر، مش هنحط توم اصلا. البانيه مش بيتحط فيه توم خالص، مش هيبقى وحش بس مش هيبقى بانيه. ما بنحطش فيه بابريكا برضو عشان لونه ما يغيرش. حابين تحطوا بتدي طعم حلو، بس اللون من جوه مش هيبقى ابيض زي البانيه اللي احنا متعودين عليه. يعني انا دلوقتي حطيت بصل وملح وفلفل وحبهان مطحون وليمونتين وشويه خل. كل ما كترنا الليمون والخل، بالذات الليمون، بيدي طعم حلو جدا جدا ليه. هضرب الخليط كله مع بعض بالكبه كويس. وقلت لكم لو احنا مستعجلين ومش حابين نحط بصل، ممكن نحط بصل بودر، بيدي برضو نفس النتيجه. وانا كتير بعمله كده، علشان خصوصا ان انا مش بتبله، انها يعني دي تتبيله سريعه، ان انا هعمل البانيه وعلى طول على ما هجهز البقسماط والزيت يعني هجهزه ليه على طول، ولا هدخله الفريزر، ولا هتبله ولو ساعه، ولا حتى نص ساعه في التلاجة. لا، هو كل الخطوات كده ورا بعض. دخلت التتبيله في كل شرايح البانيه كويس جدا. هغطيها عشان بس ريحه التتبيله يعني شويه كده بنلاقيها انتشرت في المطبخ. هسيبه على جنب او هحطه في التلاجة وهو متغطي كده. وبعد كده بقى هجهز البقسماط. انا جبت شويه بقسماط عاديه خالص من اللي بتيجي من عند العطار. هحط عليها معلقتين نشا، احط 4 دقيق. حطيت معلقه نشا، هحط مثلا 3 معالق او معلقتين ونص دقيق. هحط عليهم شويه من البقسماط اللي بتكون جرشه، الصفرة الجرشه اللي بتيجي من عند العطار، بس انا بطحنها شويه. معلقتين سمسم على البقسماط بتديها طعم فظيع. السمسم المحمص، لو هو مش متحمص احنا هنحمصه. التوابل اللي بحطها عليه برضو ملح وفلفل تقريبا وحبهان مطحون. ممكن ابقى ازود شويه بصل بودر، اللي هي تقريبا التتبيله اللي بتكون في الفراخ، بس زايد عليها حاجه مهمه جدا وبتفرق في الطعم بشكل فظيع: الكزبره الناشفه. الكزبره الناشفه. وبرضو انا عندي كزبره خضراء بس ناشفه شويه، يعني بتبقى ناشفه كده، بتيجي من عند العطار، بتدي طعم حلو جدا. بس الاساسي بتاعها الكزبره الناشفه عموما على البقسماط، بتدي طعم فظيع. دي الكزبره الخضراء. هقلب كل الخلطه مع بعض. السمسم بيدي قيمه غذائيه حلوه لاي حاجه عموما بتدخل فيه، بس بيدي طعم كمان حلو قوي للكفر بتاع البانيه اللي بره. هقلب كل التتبيله دي مع بعض، وهبقى عامله كميه كبيره واحطها في علبه. هتقعد معايا فتره طويله جدا. يعني الكميه دي مش هعمل بيها البانيه بتاع النهارده بس، لا دي كميه زياده شويه وممكن ازود عنها كمان. البيض، جبت بيضتين او بيضه حسب البانيه، بس انا عامله كميه اكتر. هحط البيضتين دول عليهم فلفل اسود بس، وانا اصلا مظبطه ملح البقسماط ومظبطه ملح البانيه كمان. بعد كده هجيب الخلطه بتاعه الفراخ او شرايح الفراخ نفسها، يعني اللي انا تبلتها دلوقتي، وهحطها بس في يعني في حاجه كبيره شويه علشان اعرف ادخل البيض فيها. انا مش هعمل طبق دقيق ولا طبق بيض ولا طبق بقسماط. انا هعمل طبق البقسماط ده وهحط البيض جوه الفراخ. يعني انا هحط البيض جوه الفراخ دلوقتي، مش هتبلها، لا انا راح اعملها بالبقسماط على طول. يعني انا هحطه في وقت ما هكون انا داخله اعمله بالبقسماط على طول. هحط البيض والفلفل بس. لو انتوا عايزين تزودوا على البيض شويه لبن تمام، مفيش خلاص كفايه هو البيض بس. انا هقلب بقى البيض كويس كده في الفراخ، او هحطه على جنب مثلا وهحاول احط قطع الفراخ كلها فيه. بس الخطوه دي سريعه، بتسرع جدا من ان انا اقعد احط في طبق لكل حاجه واقعد احط واشيل من هنا. لا خالص، هي هحط البيض جوه الفراخ وهشيل طبقه الفراخ دلوقتي بالراحه بالبيض بتاعها، وهروح نازله بالدقيق وهضغط كويس. البانيه مش بيبقى زي الستريبس او البروست او كده، لا انا لازم اضغط كويس عشان الطبقه دي تثبت. الطبقه هتثبت ومش هتخرج منها، ومش هدخلها في الفريزر شويه ولا التلاجة، لا انا هشيلها من
البقسماط دلوقتي احطها على الزيت على طول، مش هقعدها ترتاح شويه في التلاجة ولا في الفريزر، ولا هقليها مجمده ولا اي حاجه خالص. اتقلت مجمده زي اتقلت دلوقتي الطبقه مش هتخرج منها، هيبقى طعمها حلو جدا، مستويه ومتبله كويس، عشان هي ما اتبلتش الفراخ بس البقسماط متبله، فكل ده هنلاقي طعم البانيه في الاخر حلو جدا. هعمل الكميه اللي عندي كلها اللي انا هحطها في الفريزر، هعمل بينها اكياس، يعني مش هحط طبق لازقه في طبق، لان هتبقى يعني هخرجها متجمده، والباقي هتبقى لازقه في بعض يعني، والباقي هحطه كده على طول في الزيت. سخنت الزيت يعني مش سخنه نار قوي عشان ما تاخدش لون من بره وتكون ما استوتش من جوه. لو الفراخ مش تخينه قوي هسيب النار عاليه عادي، لو حسينا انها تخينه شويه هوطي النار شويه صغيرين، بس لما تاخد لون الاول. مش هقلبها على الناحيه التانية في القلي غير لما تاخد لون من تحت الاول، وتبقى مسكت نفسها كده، علشان طبقه البقسماط ما تخرجش في المعلقه او الحاجه اللي انا بشيل بيها. هقلي نفس الكميه، كل الكميه اللي انا عايزه اقليها بس، والباقي طبعا هجمده زي ما قلت لكم في علبه، بس بين كل طبقه والتانيه كيس، عشان لما نطلعها ما يكونوش لازقين في بعض. هخلي البانيه ياخد اللون اللي انا عايزاه، هو اصلا مش هينفع ياخد لون اكتر من كده، عشان البقسماط والدقيق والحاجه اللي انا حطاها على بعض بتديها هو اللون الذهبي الحلو ده. الفراخ انا عايزه اقول لكم ان دي احلى تتبيله ممكن تعملوها فيها، من غير لا تتبيل ولا تعب ولا لف من هنا لهنا. دي احلى تتبيله ممكن تتبلوا البانيه بيها، والطبقه لازقه فيها اللي بتاعه البقسماط. جربوها وقولوا رايكم فيها ايه. لو بتحبي كفتة الفراخ بس كل مرة بتطلع ناشفة او بتفك، النهاردة انا هقولك على سر هيخلي كفتة الفراخ هتطلع طرية ومتماسكة وطعمها حلو جدا جدا، احلى من اللي احنا بناكلها في المطاعم. من غير ما هنستخدم جريل فحم، ممكن يعني هنشويها في صينية في الفرن عادي او على طاسة على البوتاجاز، والطعم هيكون رهيب بجد. هنعمل النهاردة كفتة الفراخ الاقتصادية، هنعملها بطعم وتتبيلة احلى من المطاعم، سريعة وصحية وتنفع غدا تنفع عشاء. هنعملها بأبسط طريقة، هنعملها كمان بمكونات اقتصادية. ممكن نعملها بصدور فراخ، ممكن نعملها بوراك فراخ او بالاتنين مع بعض المتوفر عندنا، وهتطلع في الحالتين حلوة جدا. وهنعرف دلوقتي ازاي. بس قبل ما نبدأ في الفيديو، لو اول مرة تشوفوني اعملوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو، متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لو حابين توصلكوا وصفاتي. اول حاجة انا جهزت كيلو من الفراخ، من الصدور والوراك مع بعض. انا فرمتهم مع بعض، يعني توفير لوقت الفيديو واختصار لي، يعني انا يعني فرمت الصدور والوراك مع بعض. الخلطة او الخضار اللي هستخدمها فيها هيكون بصل. انا جبت بصلتين كبار، وبعد كده جبت فلفل اخضر رومي عادي، وفلفل احمر كمان. الفلفل الاحمر اللي هو البلدي، لو انتوا حابين تحطوا حاجه سبايسي ممكن تحطوا، بس الفلفل البلدي بيبقى حلو قوي. التوابل اللي هحطها عليها ملح وفلفل، ثوم وبصل بودر وبابريكا مدخنه، وشويه كمون وكزبره بس يعني صغيرين. ممكن طبعا تستغنوا عن اي نوع توابل انتوا مش بتحبوه عادي، مش هيفرق في الطعم كتير. وبعد كده بقى انا هفرم الاول الخضار مع بعضه كويس، يعني في كبه او في محضره طعام او في اي حاجه، علشان انا عايزاه يكون ناعم جدا. يعني انا فرمت الفراخ وسايباها على جنب، هفرم بقى الخضار عادي. هفضل اضرب فيه كتير كده لحد لما احس ان الخضار نفسه اندمج مع التوابل كويس واتفرم فرم ناعم خالص. بالظبط بنفس الشكل ده كده. هشيل بقى الكبه، وبعد كده هنقل الخضار على مصفى. انا عادي ممكن احط الخضار بالميه بتاعته، بس الفلفل والبصل بيبقوا مليانين ميه كتير، يعني زياده قوي. والميه بتاعتهم نفسها احنا ممكن ندهن بها وش الكفته في الاخر، فبتدي طعم حلو قوي. فانا ممكن يعني احطها في مصفى وانزل الميه اللي فيهم كويس، وبعد كده بقى هاخد الخلطه بتاعه الخضار ديت، وبعد كده هحطها على الفراخ. انا سبتها في المصفى شويه، وبعد كده بقى هرجع تاني الفراخ هحط عليها معلقه كبيره بيكنج باودر. هو الكيس ده ما حطيتوش كله، انا حطيت معلقه منه بس. هو كان فيه معلقه يعني. بعد كده احط عليه 3 معالق نشا او دقيق، بس النشا افضل في الكفته كتير من اي حاجه تانية. ممكن كمان نحط بقسماط لو مش عندنا. شويه كزبره، يعني شويه كزبره انا مغسلاهم ومصفياهم من الميه ومقطعاهم قطع صغيره خالص. بعد كده رجعت بقى للخلطه بتاعه البصل والفلفل والتوابل تاني، وهحاول ان انا اصفي اي ميه نازله منهم على قد ما هقدر يعني، وهسيب الميه دي على جنب طبعا هحتاجها بعد كده. وبعد كده بقى هاخد الخلطه بتاعه الفلفل والبصل واحطها على الفراخ، واحط شويه زيت. شويه الزيت دول مهمين جدا، ممكن كمان زبده ندوبها ونحطها بتدي طعم حلو قوي، بس عموما يعني هو الزيت عادي شغال معانا عادي. هعجن بقى الكفته عجن لحد لما تبقى كلها زي العجينه كده، او كلها متماسكه مع بعضها، او حته واحده زي ما بنعجن الكفته بالظبط. نعجنها كتير جدا، وبعد كده بقى هغطيها بالستريتش او بكيس او باي حاجه، وهسيبها في التلاجة، او هسيبها يعني ترتاح مثلا ساعه ساعتين. ممكن اعملها من بالليل، انا بس سيبتها ترتاح شويه صغيرين، وبعد كده بقى رجعت لها تاني. بعد ما هخرجها من التلاجة هشيل منها الاستريتش اللي انا غطيته بيها، هي هتكون ارتاحت. وبعد كده بقى هجيب صينيه. انتوا طبعا تقدروا تشوها على جريل على البوتاجاز، تقدروا تشوها على
جريل الفحم، بس هي اسهل حاجه احنا ممكن نعملها فيها ان احنا نشكلها ونحطها في صينيه وندخلها الفرن على طول. انا شغلت الفرن على اعلى درجه حراره عشان يسخن، وبعد كده بقى هشكل الكفته. انتوا شكلوها بالحجم اللي انتوا عايزينه، بالشكل اللي انتوا عايزينه، بس انا عايزه يكون حجمها رفيع عشان انا مش هعملها على شيش او على سياخ او على اي حاجه، فانا عايزاها تكون رفيعه عشان ما تاخدش وقت في السويه بتاعها. يعني عملتها كده صوابع مش كبيره مش طويله قوي. هي طبعا هي مش هتكش ولا حاجه زي كفته اللحمه عشان هي اصلا مش فيها دهون، فهي يعني مش هتحتاج انها هنلاقي حجمها زي ما هو كده بعد ما تستوي. هحطها انا بالشكل ده كده، وبعد كده عشان انا مش هعملها على جريل هعمل فيها الشكل ده. طبعا ده شكل بس انتوا ممكن تستغنوا عنه لو انتوا مش حابين تعملوه. انا بعمله بس عشان يدي شكل الجريل او شكل الشوي في الاخر، عشان انا اصلا هعملها طعمها هتكون زي الكفته المشويه على الفحم بالظبط، وطعمها يمكن احلى كمان. هعملها بالشكل ده كده لحد ما اخلص كميه الكفته كلها. وطبعا انتوا تقدروا تعملوها اصلا بالشكل اللي انتوا عايزينه، ممكن تكون صوابع اكبر من كده، ممكن تكون ارفع من كده، زي ما انتوا عايزين. بعد كده بقى هرجع تاني للخلطه اللي انا عملتها اللي هي اللي كانت معايا دي. حطيت بس عليها معلقه صلصه، واصلا هي ميه البصل نازل منها معاها كل التوابل اللي انا حطاها على الكفته، فتبقى طعم الصوص ده حلو جدا. ممكن نحط بس عليها معلقه صلصه او معلقه كاتشب المتوفر عندنا. وبعد كده بقى هدهن وش الكفته بالشكل ده كده كلها من فوق. وبعدين بقى انا اصلا يعني سخنت الفرن على اعلى درجه حراره، يدخل تقريبا ربع ساعه لحد 20 دقيقه، يعني من ربع ساعه لثلث ساعه بس في الفرن. عايزه اقول لكم انها طالعه ريحتها رهيبه. هسيبها بقى وهعمل الطحينه. الطحينه انا عموما بعملها، يعني بجيب معلقتين طحينه احط عليهم عصير ليمون واحط عليهم ملح وفلفل ومعلقه خل زي قد الليمون تقريبا. وبعدين هقوم يعني حاطه عليها كمان كوبايه زبادي صغيره او معلقتين زبادي، يعني هما الكوبايه دي تقريبا معلقتين. وبعد كده بقى هقلب الخلطه كويس خالص لحد كده لما كل حاجه تندمج يعني مع بعض، او احس ان يعني الطحينه شكلها بدا يغير او بدا يبقى زي الطحينه تقريبا، بس هنلاقي القوام بتاعها تقيل شويه. هروح نازله عليها بقى بفص ثوم واحط حبه ميه مغليين صغيرين، ممكن يكون لبن بس الميه هتخليها اخف شويه عشان انا اصلا حاطه زبادي. يعني انت ممكن تحطوا لبن او ميه زي ما انتوا عايزين. هقلب بقى الطحينه لحد ما هنوصل بالسمك اللي احنا متعودين عليه في الطحينه او المعتاد بتاعنا يعني. وبعد كده بقى هجيب عود شبت صغير، طبعا انا غسلاه ومصفيه من الميه بتاعته، وهقطعه فوق الطحينه. دي احلى طريقه لسلطه الطحينه انتوا ممكن تعملوها مع المشويات او مع اي اكل عموما، طعمها تحفه جدا. وممكن تزودوا اي توابل انتوا بتحبوها، بس هي بالملح والفلفل والثوم دي احلى طريقه ليها. الكفته خرجت من الفرن تقريبا اقصى حاجه اخدتها هي 20 دقيقه. عايزه اقول لكم انها يعني ريحتها بس تحفه. صعب اصلا ان انتوا تقدروا تفرقوها عن كفته اللحمه. الخلطه اللي فيها حلوه جدا جدا، مديها طعم حلو قوي. هنحط بقى تحتها اي حاجه انتوا عايزينها. ممكن نحط انا حطيت شبت وكزبره، انتوا ممكن تحطوا اي حاجه بقى، ممكن تحطوا بصل، والسماق بيبقى جميل جدا مع المشويات عموما والبصل، بس انا اكتفيت بالشبت والكزبره بس. حلوه قوي مع الطحينه. ممكن تاكلوها مع رز اصفر، ممكن تاكلوها مع مكرونه، ممكن تاكلوها سندوتشات مع يعني طحينه وعيش. طعمها حلو وسهله جدا، جربوها وقولوا رايكم فيها ايه. هنعمل النهارده طريقه دجاج كنتاكي المقرمشه باقرب طريقه للمطاعم، من غير خلطه سريه ولا حاجه. هنعملها بابسط طريقه، مكونات اقتصاديه وبتوابل موجوده عندنا في البيت. كمان هنعمل معاها صوص الجبنه اللي بتقدم معاها في المطاعم او مع اي بروست عموما. بس قبل ما نبدا في الفيديو، لو اول مره تشوفوني اعملوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس لو حابين توصلكم وصفاتي. علشان نبدا بيها، اول حاجه هنجيب الفراخ. يا ريت تكون الفراخ مش كبيره قوي، يعني تقريبا كيلو ونص او 2 كيلو بالكتير. وكل ما هتكون صغيره كل ما هتستوي، يعني كل ما هتستوي اسرع وهتبقى احلى. انا هغسل الفراخ طبعا كويس جدا الاول. بعد كده لما هغسلها بقى بدايه التقطيع بتاعها، يعني هقطع الورك الاتنين. والورك نفسه هقطعه يعني دبوسه، واللي هو الجزء التاني اللي معاها ده. لو حسينا ان الجزء اللي جنب الدبوسه ده كبير هنكسره كمان الاتنين، بس انا حسيت ان هو يعني حجمه كويس. الدبوسه هشرحها كمان بالطول كده او بالعرض، يعني زي تشريحات كده، علشان التتبيله تدخل يعني فيها. وبرده الجزء الباقي كمان. وهعمل الورك التاني زيه بالظبط، اللي هو هكسر الدبوسه لوحدها وبقيه الورك لوحده. وهنعمل بقى تشريحات برضو فيه بنفس الشكل ده كده. بعد كده بقى هنيجي للصدور، هنكسرها برضو، هنشيل الرقبه لوحدها. وبعد كده بقى هنكسر الصدر. طبعا الصدر بيكون اكبر شويه من الورك، او بيكون فيه لحمه زياده شويه. تقدروا تكسروه ل3 قطع على 4 قطع حسب يعني حجم الصدر. لو الصدر صغير هنقطعه يعني القطعتين كفايه. بس هنحاول نفتح اللحمه، يعني اللحم بتاعه من جوه، او نشرحه من جوه علشان يستوي كويس، وعشان كمان يتبل كويس، خصوصا لو كان يعني الصدر فيه لحمه زياده شويه. لو انتوا حاسين ان هو اكبر، ساعات بتبقى فيه صدور كبيره، هنقطعه عادي 3 قطع و4 قطع عادي خالص، يعني مش فارق خالص ان هي تبقى القطع كتير. المهم انها كل ما هتكون الفرخه صغيره كل ما هيكون افضل في الكنتاكي كتير.
انا قطعتهم كده الاتنين، وبرضه هشرحها بنفس الشكل عشان انا عايزه التتبيله تدخل في الفراخ من كل ناحيه، وعايزاها كمان لما تيجي تستوي على النار يعني اي دم يكون فيها يخرج منها، ما يفضلش جواها. انا قطعت انا عملت فرختين، بس احنا يعني انا قلت لكم طريقه فرخه واحده، بس انا يعني قطعت فرختين. لازم بقى في محلول بيتعمل الاول، محلول النقع ده ضروري جدا في الفراخ، بيخلي ريحتها يعني ريحتها تبقى حلوه وما تبقاش ريحتها وحشه بعد ما تتقلي. زي ما ساعات بنيجي ناكلها من بره بنحس ان هي ريحتها مش لطيفه شويه. المحلول ده هحط فيه يعني ميه وسكر وملح، واحط فيه شرايح ليمون، وهعصر فيه ليمون كمان، واحط فيه شويه خل. ممكن كمان لو انتوا حابين تحطوا اي منكهات فيه، قرفه، عيدان، قرنفل مثلا، اي حاجه عادي. هو عامه المحلول ده بيخلي الفراخ تبقى نظيفه من جوه وريحتها حلوه، افضل كتير ان احنا يعني ما ننقعهاش فيه. انا هنقعها فيه، ممكن عايزين تنقعوها ليله كامله عادي، ممكن تنقعوها بس ساعتين كفايه، وبعد كده بقى نعمل التتبيله بتاعتها. انا جهزت الخلطه الميه ونقعتها فيها شويه، وبعدين بقى هاجي هصفيها بقى من الميه بتاعتها خالص. انا مش عايزه يكون فيها ميه، يعني هشيلها من المحلول ده من غير غسيل ولا حاجه، هو ده يعتبر اصلا يعني زياده غسيل ليها. هشيلها من الميه وهحطها في مصفى علشان تصفي الميه اللي فيها كلها. كل قطع الفراخ اللي انا عملتها اللي هما الفرختين هعملهم بنفس الشكل ده كده. بعد كده بقى الخلطه اللي انا هتبل الفراخ فيها، هجيب كوبايتين لبن. لو ما عندناش طبعا اللبن احط عليه خل او ليمون علشان يروب. لو احنا ما عندناش لبن رايب يعني، انما لو لبن رايب افضل. انا ما كانش عندي. ممكن كمان زبادي ونحط عليها شويه ميه ونضربها كده، بتدي نفس النتيجه. هنحط على اللبن بالخل ده معلقه توم ومعلقه هريسه شطه او شطه عموما. شويه التوابل اللي احنا هنحطها بقى فيها هتبقى ملح وفلفل وبابريكا، ويا ريت تكون بابريكا مدخنه كمان. توم وبصل بودر ومرقه فوريه، والمرقه الفوريه ضروري جدا جدا. ولو موجود شويه كركم هنحطه عشان يدي لون حلو ليها. هريسه الشطه او الشطه عموما اللي بنحطها مش بتدي طعم شطه خالص يعني، مهما حطينا مش يعني. انا حطيت معلقه واحده بس يعني، دي اصلا انا لما جينا اكلناها كأن ما فيش فيها اي شطه خالص يعني لو انتوا عايزين تزودوا او عايزينها تكون سبايسي قوي، انتوا هتحطوا شطه كتير، هتحطوا 3 4 معالق شطه عشان تظهر فيها. انا قلبت الخلطه كويس التتبيله دي، وبعد كده بقى هقلب الفراخ فيها كده من تحت لفوق كويس علشان واضغط الفراخ عشان التتبيله تدخل جوه الفراخ. يا ريت نبيتها فيها طبعا، لو مفيش وقت عادي ممكن ساعتين بس ونشيلها منها. هقلبها بس كويس كده من تحت لفوق عشان احس ان كل قطع الفراخ اتبلت كويس، وهغطيها. وبعد كده بقى هسيبها يعني على جنب مثلا ساعتين في التلاجة طبعا. او هنعملها من بالليل ونقوم الصبح بقى نبدأ فيها على طول. هنغطيها بس الاول كويس. بعد كده بقى علشان يعني تاني يوم بقى لما هنيجي نبدأ فيها، برضو اول حاجة هنعملها هنشيل التتبيلة دي من على الفراخ، علشان التتبيلة دي هي اللي بتوقع الطبقة اللي بتكون بره. يعني هي خلاص اتبلت وبقت تمام، هطلعها بقى على مصفى او على اي حاجة خالص تخرج كل التتبيلة منها. يعني انا الجزء بس اللي انا هقليه دلوقتي هو اللي هخرجه من التتبيلة. يعني هحاول على قد ما اقدر ان ما يكونش فيه تتبيلة كتير، علشان بس الخلطة اللي بره تمسك فيها وما تفكش وتقع في الزيت. هي خلاص اتبلت وشربت التتبيله وكله تمام. الكفر اللي بره عشان نعمله هحط مثلا تقريبا كوبايتين دقيق، عليهم معلقتين نشا، وممكن تستغنوا عن النشا وتخلوه دقيق بس. شويه التوابل اللي احنا حطيناهم بره على الخلطه هنحطهم تاني، اللي هو البصل والثوم البودر، الملح والفلفل والمرقه الفوريه والبابريكا وشويه الكركم. تقريبا هم التوابل اللي احنا حطيناهم بره يعني على اللبن هم اللي هنحطهم على الدقيق. بعد كده هنجيب طبق تاني نحط فيه ميه ساقعه او ميه بتلج زي ما انتوا عايزين. لو انتوا مش قادرين تتحملوا التلج عادي ممكن تكون ميه ساقعه من الحنفيه كمان. عشان الكفر اللي بره يبقى شكل اللي بره ده، هنحط القطعه الفراخ في الدقيق ونشيلها ونحطها في الميه ونشيلها، ونرجع بقى تاني. الخطوه دي ضروري جدا، نفس الحركات دي كده. احنا مش هنعمل زي ما بنعمل البانيه ان احنا نقعد نضغط عليها، لا. انا هرمي الدقيق فوقها وهحطها جوه الدقيق واخرجها، اللي هو كذا مره كده، واقعد انفض في قطعه الفراخ نفسها علشان الشكل اللي بره. يعني الشكل اللي بره اللي احنا بناكله ده بيتعمل بنفس الشكل ده كده، اللي هو احنا هنحطها الاول في الدقيق عادي، وبعد كده نرجعها في الميه ونشيلها ونصفيها من الميه، وبعد كده بقى نرمي الدقيق عليها وننفض عشان الحركات اللي هي اللي بتبقى ورا الكريسبيات اللي بره عليها دي تطلع بنفس الشكل ده كده. برضه هعملها كده، هحطها بس في الميه وبعد كده هشيلها وهرجع احطها تاني في الدقيق، وبرضه احدف عليها الدقيق من تحت لفوق او انفضه من عليها تاني. يعني افضل احط عليها الدقيق وانفضه من عليها، مش هضغط بقى كده زي ما بنيجي نعمل البانيه ونظبطها، لا. انا عايزاها تكون يعني التموجات اللي فيها دي تطلع بالشكل ده كده. هكمل قطع الفراخ اللي انا هقليها بس دلوقتي. يعني انا يا ريت اخرجها من الدقيق على الزيت على طول. طبعا قلي الكنتاكي يا ريت يكون في حله، مش في طاسه. لو انتوا عايزين تقللوا كميه الزيت هتعملوا حله صغيره عندي عشان تاخد كميه زيت اقل، بس بلاش طاسه عشان انا عايزه الفراخ تكون غرقانه في الزيت.
هسيبها اول 10 دقايق على نار عاليه خالص، وبعدين هسيبها كمان من 5 ل10 دقايق كمان، بس ههدي النار عشان الفراخ تستوي كويس وتقرمش. يعني هي تقريبا بتقعد من 15 ل 20 دقيقه على قد حجم الفراخ. 10 دقايق على نار عاليه، وبعد كده اخر 5 دقايق مثلا ل10 دقايق لحد لما تستوي احطها على نار هاديه خالص، عشان انا عايزاها تقرمش كمان، وعايزاها طبعا تاخد وقت السويه بتاعها كويس وتستوي كويس جدا. اللي هيتقلي طبعا هخرجه، وهحاول ان انا يعني اللي اجهزه ليه على طول، ما اعملش زي ما بنعمل مثلا البانيه او الاستريبسات او اي حاجه ونسيبها على جنب، لا، يفضل ان احنا هنعمل يعني تقريبا كل دورين كده مع بعض ونقليه على طول. والفراخ بتتحمر هنعمل صوص الجبنه اللي احنا بناكله معاه. هحط معلقه زبده كبيره على النار، وتقريبا معلقه دقيق مليانه قوي يعني، وهنقلب الدقيق مع الزبده كويس لحد لما الدقيق يعني هيستوي، اللي هو يعني يظهر له شويه فقاعات كده من جميع النواحي. لحد ما هتظهر الفقاعات دي هتبقى تقريبا هو الدقيق اتحمر او استوى. هننزل بقى عليه باللبن. هنحط عليه كوبايه لبن مؤقتا الوقت لحد لما هنشوف هو اللي هيبقى تقيل هيحتاج لبن كمان ولا لا. انا حطيت تقريبا كوبايه لبن، وهقلب بقى شويه بشويه كده لحد لما الخليط هيتقل. احنا التوابل اللي احنا هنحطها مش كتير، هنحط بس مرقه فوريه، ودي هتغنينا عن الملح، يعني احنا مش هنزود ملح، كفايه ملح الجبن والمرقه، وبابريكا مدخنه. وعايزه اقول لكم ان دي بتخلي صوص الجبنه تحفه، ريحه يعني التدخينه اللي فيها بتبقى حلوه قوي في الصوص بتاع الجبنه عن البابريكا العاديه كمان. وطبعا بتدي لون كمان، عشان لو احنا ما جبناش الجبنه اللي هي الاورنج اللي بيتعمل بها صوص الجبنه، انا عملتها بجبنه رومي وجبنه شيدر عاديه، مش اللي هي الاورنج، لا اللي هي العاديه. هحطهم علشان يسيحوا مع معلقه جبنه كريمي لو متوفر عندنا، وهدي النار خالص، وهفضل اقلب في الصوص لحد لما يظبط السمك بتاعه طبعا. وهتابع كمان قلي الفراخ. اخر خطوه هعملها خالص في صوص الجبنه ان احنا نحط شويه جبنه موتزاريلا بس هيطلع، وهنقلب طبعا على الهادي بقى كتير كتير طول ما احنا يعني مهديين النار خالص، يعني زي شمعة كده. هنفضل نقلب، هيطلع احلى صوص جبنه. دي احلى طريقه لصوص الجبنه، وكمان اقتصاديه، يعني ما فيهاش جبن رهيبه بقى ولا فيها طريقه حاجه يعني صعبه ولا حاجه، بالعكس طريقته سهله جدا. الفراخ كمان ما اخدتش وقت. دي احلى طريقه ممكن تطلعها تقريبا زي اللي احنا بناكلها بره. طبعا احلى، انضف، اضمن حاجات كتير جدا، يعني ما فيش فيها توابل صعبه، ما فيش فيها طريقه صعبه ولا اي حاجه خالص. تقدروا تجربوها وقولوا لي رايكم فيها ايه. فاهيتا الفراخ من غير ما هنتبلها ولا هنبيتها في تتبيله ولا هنحط حتى فيها توابل معينه يعني ما تتعملش الا بيها، لا بالعكس خالص، هنعملها بسيطه جدا جدا. كمان هنعملها سندوتشات. هي الفاهيتا ميزتها انها ممكن تتعمل بفراخ، ممكن تتعمل بلحمه، ممكن تتعمل بوراك او بصدور او باي قطعه من الفراخ، بس انا بحبها اكتر بالصدور، او المتعارف عليها اكتر بالصدور. هنعملها النهارده سندوتشات، ممكن تتعمل مكرونه او على رز او حتى سلطه. انا هعملها النهارده سندوتشات سهله جدا وبسيطه، وهنعرف دلوقتي طريقتها ازاي. انا جبت صدور طبعا ما فيش فيها عظم خالص، هكون خليها من العظم، خليها من الجلد ومن الدهون من كل حاجه. وانتم طبعا عارفين تقطيعه الشاورما اللي هي بتكون طويله شويه ورفيعه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هقطع الصدور كلها بالشكل ده، وزي ما انا قلت لكم ان انتوا لو عندكم وراك تقدروا تعملوها بيها برضو، هتخلينها من اي عظم او جلد او دهون، وهتطلعوها بنفس الشكل بتاع الصدور دي. بس طبعا هي الافضل ليها ان احنا نعملها بالصدور. هقطع يعني الصدور اللي عندي كلها بنفس الشكل ده كده، اللي هو ما تكونش تخينه ولا رفيعه، بس تكون طويله بالشكل ده اللي انتوا شايفينه ده. المهم يعني تقريبا تكون كلها، الافضل انها تكون كلها سمك واحد. لو انتوا كمان حابين تسووا الصدور كامله وبعدين تقطعوها عادي، هي اصلا وصفه مكسيكيه وهي بتتعمل الاصل بتاعها بتتعمل كده بصدور كامله عشان تاخد لون حلو من الجهات كلها، وبعد كده بيقطعوها بعد السويه. بس طبعا انا بعمل الحاجه اللي بحس انها بتكون سهله عليا اكتر. انا طبعا قلت لكم ان انا مش هتبلها ولا حاجه، انا هجيب طاسه وهسخنها، هسخن الطاسه نفسها الاول كويس، وبعد ما هسخنها هنزل بمعلقه سمنه وشويه زيت صغيرين وهسخنهم هما كمان. ضروري جدا الطاسه تكون سخنه، علشان يعني مش بس السمنه تكون سخنه، لا عشان كمان الفراخ لما تنزل فيها او اللحمه عموما اللي بنشوحها ما تلزقش فيها. فضروري خالص تكون هي سخنه، وبعد ما تسخن نروح نازلين بالسمنه والزيت يكونوا هم يسخنوا هما كمان قوي. انا عايزه السمنه والزيت يسخنوا قوي بقى علشان الفراخ تاخد صدمه بالشكل ده كده، فتبقى طريه لما تستوي عشان ما تفقدش السوائل بتاعتها وتنشف، فانا عايزاها تكون طريه. هحاول افرد الفراخ بالشكل ده كده على طروف الطاسه عشان هي كميتها كبيره شويه عن الطاسه، وانا عايزه ما اقلبهاش خالص غير كلها لما تاخد لون من تحت، يعني تاخد بس لون من الجنب اللي تحت ده. هروح مقلباها بقى على كل الجهات ومش هضيف لها حاجه. ايوه هي كده اخدت لحد لما يعني تاخد لون كلها، يعني من جميع الاتجاهات كلها. هضيف بقى عليها التوابل والخضار عادي زي ما احنا نحب يعني.
هافضل بقى اقلبها لحد كلها لما تبقى بيضه خالص واخده نفس اللون ده كده. كده كويس جدا. اول ما هتوصل بيها الشكل ده كده، هبتدي بقى احط عليها التوابل الاساسيه بتاعتها بتكون ملح، فلفل اسود، بابريكا، وبرده بابريكا مدخنه لو انتوا حابين البابريكا بتديها لون، انما البابريكا المدخنه بتديها طعم. وبعد كده تحطوا بقى الكركم والكاري، او الكاري بس هو الكاري الاساسي فيها، هو بيديها طعم انما الكركم بيديها لون. انا هاخد اللون من البابريكا وكفايه عليا الكاري. توم باودر، مرقه فوريه بتديها طعم حلو جدا. لو انتوا بقى حابين تضيفوا اي نوع توابل انتوا بتحبوه فيها، هي يعني كده كده بتقبل اي طعم، بس هو الكاري والمرقه الفوريه، الفلفل الاسود، الملح، دي البابريكا المدخنه، دي الحاجات الاساسيه فيها. هفضل اقلب فيها لحد لما توصل معايا للشكل ده كده. ههدي النار عليها شويه وتستوي لحد ما اقطع الخضار بتاعي. الخضار الاساسي بتاعها فلفل الوان، بس انا هعملها بفلفل الوان وبصل، انا بحبها بالبصل جدا. او عموما السندوتشات والنواشف والحاجات دي بيبقى البصل السليم فيها حلو قوي. عشان كده انا في التوابل حطيت توم باودر، ما حطيتش بصل باودر عشان انا اصلا هضيف بصل كامل. الخضار الفلفل والبصل هقطعهم بنفس الشكل اللي انا قطعت بيه الفراخ، اللي هو طويله برضو كده ورفيعه تقريبا سمكها زيها. لو انا عايزه الفلفل يكون بيقطم شويه او مش مستوي على الاخر، وده طبعا بيبقى احلى كتير، هسوي الفراخ، هوطي عليها زي ما انا عملت كده، وهسويها تقريبا 3/4 سوي، وبعدين هقطع الخضار واضيفه. لو انتوا عايزين الخضار يستوي وما يبانش خالص من في الاول خالص، هبقى مجهزه الخضار متقطع وهحطه يستوي مع الفاهيتا. بس طبعا الاحلى انها تكون بتقطم شويه، يعني هي الفراخ هتستوي 3/4 سوي، بس هحط كده الخضار معاها تقريبا 10 دقائق في الاخر بس يتشوح ويدبل على خفيف. يعني انا عايزاه يكون شويه بيقطم مش دبلان على الاخر. هقطع برضو زي ما قلت لكم كل الخضار بالشكل ده كده نفس الحجم تقريبا، وبعد كده هقوم رايحه بقى على الفراخ. هي تقريبا يعني ممكن تلاقوها دلوقتي هي تقريبا 3/4 سوي واكتر كمان. هروح نازله بقى عليها بالخضار اللي انا قطعته، وهقلبه كويس خالص لحد لما يندمج كده معاها، واسيبهم يعني على النار تقريبا. يعني اكتر حاجه ممكن اسيبهم فيها هي 10 دقائق، عشان انا عايزاهم يكونوا بحالهم مش مستويين او مهريين بزياده يعني. هفضل بقى اقلب فيه كده لحد لما هيندمج كله مع بعض. لو انتوا حابينه بقى يستوي زياده عادي، ممكن مثلا نهدي النار قوي ونغطي، بس انا مش عايزاه يستوي قوي. انا سبته على نار عاليه وبروح واجي عليه كده، افضل اقلبه لحد بس ما يعدي الكام دقيقه دول، لحد لما احس ان هي خلاص ما عادش فيها ميه نشفت، والخضار بحاله سليم زي ما انا شايفاه. عشان اعمل سندوتشات يبقى طعمها حلو للفاهيتا، هحط عليها في الاخر شويه جبنه موتزاريلا. ممكن تحطوا جبنه شيدر، ممكن تحطوا اي جبنه انتوا عايزينها. هسيب الجبنه، انا اصلا ما كترتش جبنه يعني لان مش كلنا بنحبها، عشان بس يعني تبقى على الحبه اللي فوق. انما انتوا الفاهيتا لو بتبقى حلوه قوي سندوتشات لما انتوا تزودوا فيها الجبنه الموتزاريلا قوي. هحط الجبنه لحد بس لما تسيح، وبعدين هروح بقى قافله النار. وطبعا هي بتتعمل في عيش اساسيها يعني في عيش فينو، انتوا لو عندكم اي عيش حابين تعملوها فيها اعملوها، هتبقى حلوه جدا. عايزه اقول لكم انها وصفه حلوه قوي قوي، سهله، سهله جدا جدا. تقدروا تزودوا اي نكهه توابل انتوا بتحبوها، ممكن تزودوا صويا صوص، اي بصوا عايزه اقول لكم انتوا تزودوا فيها اي حاجه بتدي طعم حلو جدا جدا. بزيتها كمان انها مش بتتبل، مش بتاخد يعني مجهود صعب، واكله حلوه ولذيذه جدا جدا. جربوها وقولي رايكم فيها ايه. هنعمل النهارده كنتاكي الامهات، الكنتاكي بتاع ماما اللي كانت بتعمله لنا زمان من غير ما تتبل الفراخ ولا تنقعها قبلها بليله ولا اي حاجه خالص. بس هي كانت بتسوي الفراخ شويه قبل ما تحمرها علشان تبقى متاكده انها تكون مستويه. ده نفس الطعم بتاع زمان. انا جبت فرخه، فرخه كبيره عادي، بس انا يعني هقطعها بالحجم اللي انا عايزاه. تقدروا تسيبوها قطع كبيره على قد ما تقدروا، هي اصلا هتستوى فمش هتبقى فارق انها تبقى كبيره او صغيره. بس انا هحاول ان انا اعملها يعني بالاحجام بحجم الكنتاكي اللي احنا بناكله بره، الاحجام العاديه خالص. هجيب الفرخه واشيل منها الجلد كله. الفراخ دي مش بتحتاج الطبقه اللي بره يكون فيها الجلد علشان تمسك في الدقيق، عشان احنا نعملها يعني بالبقسماط عادي خالص. هشيل كل الجلد وكل الدهون اللي حواليها، وسواء من الورك سواء من الصدر، وهقطعها زي ما انا عايزه. انا قطعت الورك الدبوسه لوحدها، والحته اللي هي العرضيه دي عملتها 2. الصدر عشان مقلبص شويه يعني هقطعه كذا قطعه. تقدروا انتوا تعملوه قطع كبيره عادي جدا جدا، هي هتستوي هتبقى زي الفل. زي ما انتوا عايزين تعملوه اعملوه. انا عملته تقريبا بحجم كنتاكي اللي هو اللي احنا بناكله دلوقتي عادي. قطعوه بالشكل اللي انتوا عايزينه، بس المهم تكونوا شايلين كل الجلد منه، وتبقى غاسلين الفراخ كويس جدا ونقعينها تبقى نظيفه، وعاملين لها يعني محلول النقع. وبعدين بقى تقطعها اخر حاجه خالص هنقطعها.
بالظبط بنفس الشكل ده. أنا عملت الفرخه كلها كده، هاجي بقى اجيب حله على النار واحط فيها معلقه سمنه او معلقه زيت زي ما انتوا عايزين، واسيب يعني السمنه تقدح خالص، وبعدين هروح نازله بقى باي منكهات، حبهان، ورق لورا، لو انتوا عايزين تحطوا عيدان قرفه زي ما انتوا عايزين. بعد كده بقى هنزل بقطع الفراخ كلها، واحاول اخلي يعني القطعه كلها تتشمع شويه في السمنه والزيت. يعني احاول انزل بالقطع الفراخ كلها والنار عاليه والسمنه تكون سخنه جدا، واحاول ان انا يعني اخلي قطع الفراخ كلها طول السمنه علشان تاخد صدمه، فتكون طريه من جوه لما تستوي وتتحمر كمان. انزل بالقطع كلها، ممكن بقى احط معاها شويه جزر، شويه بصل لو انتوا عايزين تحطوا اي منكهات برضو، ريحان، ممكن طماطم، شويه توابل بقى. التوابل دي بتدي طعم حلو جدا، هي دي التوابل اللي هي بتاخدها اصلا منها الملح والفلفل والمرقه فوريه وبابريكا مدخنه وشويه جنزبيل. التوابل دي بتبقى حلوه فيها قوي كلها، هكتبها لكم كمان. هنقلب التوابل كويس، لما هتاخد لون الفراخ، لما تاخد لون من تحت هنقلبها عشان التوابل كلها تندمج مع الفراخ. وبعد كده هروح نازله عليها بشويه ميه سخنين، انا مش محتاجه شوربه، مش بعملها قصدا بشوربه يعني، انا عايزه الفراخ تستوي كويس خالص وتشرب من التتبيله دي كويس. هسيبها بقى، يعني هو المفروض ان انا اسيبها نص ساعه بس كفايه، هتاخد يعني سويه كويس، بس انا سبتها تقريبا ساعه الا ربع، انا نسيتها، بس هي يعني نص ساعه سويه عليها كويس جدا. هي اصلا شبه يعني استوت بنسبه كبيره يعني. هحاول بقى ان انا اشيلها من الشوربه دي على مصفى علشان ما يكونش فيها اي شوربه خالص، اسحبها كلها كده بالراحه علشان كمان ما تتكسرش. وبعد كده بقى يعني هشتغل فيها على طول، هسيبها تهدى وهجهز بقى التتبيله بتاعتها. اول حاجه هعملها البيض، هكسر بيضتين واحط عليهم ملح وفلفل وشويه لبن او ميه صغيرين زي ما انتوا عايزين. ممكن تحطوا اي شطه او هريسه شطه او هوت صوص زي ما انتوا عايزين، لو انتوا حابينها تكون سبايسي، بس انا اكتفيت بشويه شطه حطاهم مع الفراخ. هقلب بقى الملح والفلفل مع البيض واللبن كويس لحد لما يدوبوا خالص. وبعد كده العلبه دي انا بكون انا مجهزه فيها شويه بقسماط على شويه دقيق ونشا صغيرين خالص، يعني بقسماط كتير ومعلقه نشا ومعلقتين دقيق وشويه توابل. اهم حاجه فيها الكزبره الناشفه، تديها طعم وريحه حلوين جدا. انا كان ممكن اعمل يعني البقسماط ديت زي ما يعني استبدلها بدقيق ونشا وتبقى شبه الكنتاكي اللي بتيجي من بره، بس انا حبيت اعملها بالشكل اللي احنا كنا بناكله زمان بالظبط، كنا بناكله كده. هحط الفراخ في البيض مع البيض واللبن، وبعدين اشيلها بالراحه بشوكه متصفيه خالص، واروح احطها تاخد وش واحد بس او طبقه واحده او لفه واحده بس في البقسماط اللي انا مجهزاها دي. ممكن على فكره تكون البقسماط لوحدها من غير اي حاجه خالص، بس انا بحب اجهز عندي علبه البقسماط بدقيق ونشا وشويه توابل كتير. هقلب بقى الفراخ كويس، هعملها تقريبا زي ما بنعمل البانيه، يعني مش ضروري زي البقسماط مش بتبقى واخده الطبقه اللي بره دي، لا بتبقى واخده الشكل تقريبا بتاع البانيه. بعد كده بقى احط زيت في طاسه وعادي بقى خالص ان احنا نحط قطع فراخ كتير، هي اصلا مستويه، هي بس هتاخد تشميعه كده في الزيت وتاخد لون وطعم الكنتاكي شويه اللي بيجي من بره. فعادي ان احنا نحط كميه كتيره، هي اصلا هنعلي النار، مش هنوطي النار خالص لحد بس لما الفراخ تاخد لون من جميع النواحي، وهتكون كده استوت، لان هي اصلا مستويه في الاول. مش هنعملها زي الكنتاكي اللي احنا بنعمله دلوقتي، الكنتاكي الاصلي اول ما احس انها هاخد لون من تحت هقلبها على طول، وبرده هفضل واقفه معاها عشان انتوا شايفين ان انا حطاها على اكبر عين، والنار عاليه كمان خالص، معلياها على الاخر. هشيلها بقى بالراحه، احطها على مصفى، هي تقريبا مش هتاخد اكتر، كل دور من اكتر من 10 دقايق. انا حطيت الفرخه كلها على دورين، الطاسه كبيره ومش ضروري خالص طبعا ان الزيت يكون كتير قوي زي الكنتاكي العادي، لا، لان طبعا الفراخ دي مستويه، فدي بتبقى انت بتبقي ضامنه ان الفراخ تكون مستويه من جوه حتى لو ما قعدتش في الزيت حاجه. بعد كده بقى هاخد بقيه القطعه واحطها في الزيت وبرده افضل عليها النار، وعادي برده ان انا احط بقيه الفرخه كلها طالما الطاسه اخدتها. بالظبط كده هيخرج بقى الكنتاكي. عايزه اقول لكم ان هو طعمه جميل، او طعم زمان فعلا، يعني طعمه حلو قوي. هو مستوي ودي اهم حاجه لناس كتير، مقرمش من بره ومستوي وحلو جدا من جوه. جربوه وقولوا رايكم فيه ايه.